السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا مازن في تالتة طب بشري. النهارده جاي اديكم شوية نصايح تساعدكم في اول سنة في الكلية، وافهمكم المواد اللي هتقابلكم وتذاكروا ازاي من غير ما تحسوا انكم تايهين. ومن المواد اللي هتدرسوها في سنة اولى عندنا الاناتومي. هتبدأوا بالابر ليمب واللور ليمب، والمذاكرة تعتمد على الصور الرسومات وحضور السكشن مهم جدا. اهم مصدر هو الاطلس او اناتومي 3D، ده هيسهل لك الاناتومي. نصيحة: كل ما ترسم وتلخص هتثبت المعلومة أسرع. وكمان الهيستولوجي هتتعلموا الأنسجة الأساسية، الإبيثيليوم، كونكتيف تيشو، الماسلز، نيرفس تيشو. لازم تربط الشكل تحت الميكروسكوب بالوصف. نصيحة: اطبع صور الميكروسكوب وحاول تكتب الملاحظات عليها. كمان البايوكيمستري هتبدأوا بالكربوهيدراتس، البروتينز، الليبيدز، والمذاكرة فيها إنك تفهم الباثويز الأول وبعدين تحفظ. نصيحة: استخدم مايند مابس عشان تلخص التفاعلات. والفسيولوجي هتاخدوا أساسيات زي البلاد، زي السيل فيسيولوجي، النيرف اند ماسل فيسيولوجي، مادة فهم أكتر من الحفظ. نصيحة: اشرح لنفسك الرسومات بصوت عالي. وكمان هتاخد الميديكال ترمينولوجي، مهم جدا عشان تحفظ المصطلحات الطبية من أول السنة. وبس كده، دي المواد اللي انت هتاخدها في الترم الأول في سنة أولى. طيب يا دكتور، نذاكر صح ازاي؟ ذاكر كل يوم جزء صغير من كل مادة، بلاش تكدس. الاناتومي والهيستولوجي السكشن مهم جدا عشان هو اللي هيثبت لك المعلومة. البايوكيمستري والفسيولوجي دول مواد فهم قبل الحفظ. اعتمد على المصادر البصرية، الفيديوهات والصور والرسومات، واعمل جداول للمراجعة الأسبوعية عشان المعلومات ما تطرش من دماغك. نصيحة: ما تأجلش، كل يوم مراجعة صغيرة هتفرق معاك في الآخر. وما تكسفش تسأل، سواء دكتور أو زميل. أي نقطة مش واضحة لازم تتفهم. ذاكر مع جروب صغير، المذاكرة الجماعية هتخليك تفتكر أسرع. طيب دلوقتي احنا عمالين نذاكر 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 ومش مهتمين بنفسنا. خد بالك من صحتك، لازم تنام كويس وتاكل أكل كويس، لأن ده اللي هيديلك تركيز أعلى. وما تنساش نفسك، الكلية مش بس كتب ومذاكرة. اعمل توازن بين الدراسة وحياتك. وفي النهاية يا دكاترة، سنة أولى مش مرعبة زي ما الناس بتقول، هي محتاجة نظام والتزام وصبر. لو بدأتوا صح هتلاقوا باقي السنين أسهل. انتم دخلتوا مجال عظيم ورسالة إنسانية، خليكم فخورين باللي بتعملوه وربنا يوفقكم. ولو حد عنده سؤال أو اقتراح يكتبه في الكومنت. والسلام عليكم.